يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، بس أنا لدغة. شوف اخويا، هو انا اول ما الماتش خلص قمت قافل التليفون، بتفرج على التليفون، وقمت عامل ايه؟ تجاهلت اللي حصل ده تماما. يعني ايه؟ يعني قمت بقى اشوف ورايا ايه. كنت في الشغل، قلت بقى اشوف اكمل شغلي واروح، وبعد كده انام، وبعد كده اصحى تاني يوم اروح الشغل، وهكذا يعني. خد لي يوم يومين كده انا مش علاقه بالكوره، ما بتابعش اي حاجه في الكوره خالص. انا يا عم بحب باسكت بول، حلو كده، ماليش علاقه بالكوره ولا عايز اعرف اي حاجه عنها، ولا العبها على التليفون، ولا في الشارع، ولا في اي حته. مش علاقه بالكوره تمام. وبعد ما يعني الواحد تجاهل الموضوع، ويعني كده كده هرجع اتفرج على كوره تاني، قمت واخد بعضي كده وقلت اما اشوف بقى الاهلي يعني قصته ايه بقى، وشوف بقى هتكلم على الماتش ولا مش هتكلم ولا هنعمل ايه. اللي حصل ده صدمه مدويه، وان انا خدت لي كام يوم كده انا ماليش علاقه باي حاجه، ده اللي خلاني اطلع اتكلم معاك دلوقتي. لان كان زمان الفيديو اللي هينزل بعد الماتش وقتها كان هيبقى ايه، في سب وقصف بقى، وكنت هتحول على المديريه بسبب تهم السب والقصف والحاجات دي. لان كان الواحد يعني خلاص بقى هيخرج عن شعوره، وهيقول كلام يعني قبيح، كلام قبيح، وهيغلط وهيجيب سيره ناس بالفاظ وحشه. لكن خلينا نتكلم بضحك كده. انت الموسم ده اتضرب بالجزمه واتضرب بالشبشب عشان حاجتين، او مقسوم لجانبين. حلو الكلام ده. طيب، الجانب الفني كولر بسبب عبد المجيد عمر كمال شعبولة اللي بيشوط كور من من نص الملعب وبتخش جوان، وبسبب المهندس الدكتور المحترم الباشا ابن الباشا محمود عبد المنعم كهربا. هما الاثنين قدام بتشوكا ضيعوا ضربتين جزاء. فبالتالي انت بعد ما طرقعت للعين 3 في مصر، وده الماتش الوحيد اللي انت جيت فيه خلال الموسم، ما عرفتش تتأهل قبل نهائي، او انت كنت في قبل نهائي انتر كونتيننتال وما عرفتش تتأهل. فبالتالي كولر ما قدرش يقدم حاجه في الماتش ده. دي مناسبه جامده، او يعني ماتش مش هتلعبه كل يوم. السوبر الافريقي خسرته قدام الزمالك في ماتش المفروض ما كنتش توصل للمرحله دي فنيا. يعني انت ما تخشش ضربات الجزاء، وأسامة ابو علي ده ضربة جزاء، وما كنتش المفروض توصل لكده. يعني على الورق انت احسن من الزمالك. فده ماتش برضه كبير هو ما جاش فيه. الماتش السوبر المحلي اللي احنا كسبناه، اللي الشناوي صد فيه ضربة الجزاء من شيكابالا، اللي كان خلاص يعني كان هيجيلي جلطة وقتها لو كانت الكورة دي دخلت. الماتش ده برضه الأهلي ما جاش فنيا. فبالتالي انت مناسبات الكبيرة ما تلاقيش فيها كورة. انا قلتها لك دي. ضيف بقى عليهم ايه؟ ضيف عليهم ان انت قدام بيراميدز، اللي هو انت تقريبا بتنافسه هو بس الموسم ده، انت اتعادلت الماتشين فاللي كانوا في الدوري، وقدام الزمالك في الدوري برضه، ان انت منسحب الموسم اللي فات من الكاس اللي خده بيراميدز. آه يعني ماتش انسحبت فيه، وده هينجله من الجانب الاداري، جانب الكابتن محمود الخطيب اكيد يعني. فانت الماتش الاولاني خسرته، ف تمام، كولر مش موجود بقى، ماشي. اقول لك على حاجه بقى، في افريقيا انت تقريبا ما لعبتش ماتشات مع خصوم تقيله زي سان داونز خلال البطوله كلها تقريبا. فهناك الماتش اللي هناك ده مش 100%، ده مليار في المية انت لعبت صح. حلو الكلام ده، وطلعت بالنتيجة اللي انت عايزها. ولعبت صح دي مش معنى كده ان الاداء كان حلو، ولعبت صح بان انت خرجت بالنتيجة اللي انت عايزها.
لعبت بالطريقه اللي تديك النتيجه اللي انت عايزها. حلو كده. يعني في حسبه هنا مش حسبه اداء، حسبه نتيجه. طيب جيت بقى قدام سان داونز هنا في مصر، انت بدات بنفس الخطه، نفس اللعيبه، انا معاك. بادئ زي بدء كده الماتش يبقى كده تمام. عرفت في الهجمات المرتده ان انت تجيب جول امام عاشور لطاهر اللي راجع من اصابه كبيره، وترقعها له في الجون رونالي محسن اللي واقف هناك حارس صن داونز. طيب صن داونز خلال الماتش ما خلاش الخطوره ولا الدكن ولا المليسه اللي كان بيقعد يعملها علينا كل ماتش في مصر. اهو بديله حق اهو. حلو. طيب اسمه ايه المدير الفني بقى بتاع سان داونز ده؟ والله حتى نسيت اسمه. هو سان داونز بيلعب كورة على الأرض ولعيبة حريفة واختراقات وعرضيات وفاولات وما بتعرفش تمسكهم. حلو. طيب تقول لي ما احنا الجول اللي دخل فيه ده جون دخل في الدقيقة 90 وكورة يعني ياسر ابراهيم. احنا يعني انا مش هسيب كل اللي انا هحكيه لك واللي حكيته لك واقول لك ياسر ابراهيم مثلا الناس تقعد تشتمه بامه وبابوه. لو والله عايز تقف في الاخره قدامه بقى وتقعد تشتمه انت او تستحمل بقى الشتيمه دي، والله انت حاضر في نفسك. انا عن نفسي انا عندي سيئاتي وحسناتي. يعني هنا عندي بما فيه الكفايه ولا عندي بما فيه الكفايه، ولا انا عايز ازود دي ولا عايز ازود دي علشان فيديو. حلو. ولا هدافع عنه لان انا مش طايقه، ولا هشتمه عشان انا مش طايقه، ولا دي ولا دي. تمام. طيب جيت دخل جون استبيحس زي اللي دخل ده وانت بقيت اخر 5 دقايق يا عم كولر انت مش موجود. ابشر حسين الشحات فيه كلام ان هم نازلين الماتش، كولر بص كده جنبهم لقاهم نازلين. دي كارثه ان في حد صاحب القرار الفني في الملعب غيره. انا مش مقتنع بس ده كلام طلع. طيب هل معنى كده الخطه ان انت لعبت بيها ما كانش المفروض تلعب بيها؟ العب بيها. والاهلي شكله نسبيا بشكل دفاعي احسن ان في 3 قلوب دفاع ورا. لكن انا ابقى قاعد الشوط التاني كله عمال ارقط في ضوافري وعارف ان احنا هنلبس جول، لان انت بتقرب الكوره من منطقه ال 18 بتاعتك ان انت واقف تدافع قدامها. فبالتالي خطأ زي ده وارد. وارد على فكره. ما انت مش بتبعد الكوره عن نص ملعبك ولا عن منطقه الجزاء، انت بتقربه بتقول له تعالى. انت بتلعب في مصر على ارضك وشوف الحضور الجماهيري والجماهير لحد قبل الجول عماله تشجع. عايز ايه تاني من الجماهير؟ عايز ايه تاني؟ يعني كنت مستني ايه تقدمه لك ما قدمتوش؟ انت عارف قد ايه صعوبة ان واحد يروح يحضر ماتش في مصر؟ انا كلمت بصراحة. انت عارف مدى الصعوبة؟ مش صعوبة مادية بس، ده في صعوبات تانية منيلة ب60 نيلة. يعني مش عايزين بقى نقلب في الماضي، مش نتكلم في الماضي، ده الماضي اللي كان كله راح ده في حبك انا راضي عندنا ولي على شيء راح. حلو. مش عايزين فالجماهير ما عملتش حاجة. الجماهير ما اثرتش في حاجة. الجماهير دي اللي البيه محمد رمضان، مش محمد رمضان الممثل، محمد رمضان بتاعنا احنا، البيه اللي قال شنو شناع يلا شناع استحل تحيي الجماهير مش الماتش قبل كده. يبقى ده اللي هنحييه، دي تشتمنا. يلا تشتمنا احنا ما بنحياش، دول ناس مستهلسين. ما بقولكش ان اللي شتم ده مش غلطان، لا غلطان ومن 60 في 70. حلو الكلام كده. لكن ما كانش ينفع انت تعمل معاه كده. ما حصل. وعندك سيد عبد الحفيظ بيسأل. طيب انا يعني هحاول اهدى عشان ما اشتريش او الجماهير عملت اللي عليه عشان ما حدش بس ايه ادينا اتكلمنا في الموضوع ده. طيب فانت قدرت ان سان داونز باللخبطه اللي عملها المدير الفني عندهم في طريقه لعبهم المعهوده عنهم، يعني قدرت ان انت تحجم ده الى حد ما. كور طويله وبساط يعني تحس قرارات لعيبه سان داونز اللي كانت بتبقى سريعه جدا وكلها صح، كلها ضربت بالشبشب. ماشي. طيب
الماتش الاولاني انا قلت ان انت ممكن تكون الفريق اللي قدامك وحش وانت مش مستعد لده، مش عارف تستغل الفرصه دي. الماتش ده انت بقى كده، ايوه، ان انت مفيش هجمات مرتده، حتى الهجمات المرتده مش موجوده. الشوط الاولاني كان جميل، الشوط التاني مفيش حتى هجمات مرتده. الهجمات المرتده دي تطلع اللعيبه بتاعتك من تحت الضغط وتطلعهم من ضغط ان احنا لازم ناخد قرارات صح في اوقات قليله جدا في اماكن خطيره جدا قدام ال 18 بتاعها. ياسر ابراهيم بيبص كده لقى الكوره في الجول، وعمل ايه ياسر ابراهيم؟ فكفايه كده يا كوره، كفايه الكلام اللي طالع بعد الماتش، اصل هم مشوا كده كده هيمشوه. ما هيمشوا مجلس الاداره، ما هو كده كده هيمشي. لكن نروح بقى للناحيه التانيه. بص اقول لك، نفترض ان الجراب ده مستوى الاهلي الفني، حلو، نايل ب 60 نيله. قمت انت بقى جاي ربطه كده بفيونكه، فيونكه حلوه كده المستوى ده، بان انت انسحبت من ماتش الزمالك. وماتش الزمالك دوش اصل مالوش دعوه، لا ليه، ليه وليه وليه، ثلاثه ليه. ان انت بعدت عن بطوله الدوري بسبب القرار ده، اللعيبه فنيا وذهنيا ما بقوش موجودين معاك، لان ده حاجه عمرها ما حصل في تاريخ الاهلي كله. تالت حاجه، هو من امتى لجنه التخطيط اللي انت عمال تطلع تقول ايه، شويه تصريحات كده في الاول، واصل احنا هنعمل ونسوي، بعد كده يقعدوا يقبضوا لاخر الموسم عشان يمشوا بقى، يكملوا الموسم بعد كده هيمشوا. ده بيحصل فين ده حضرتك؟ ده ازاي اصلا؟ دي حاجه انت بتجيب تعين الناس وبعد كده تتكسف تمشيهم. محمد رمضان ده يطلع خبر يقول لك محمد رمضان كان عايز يعتذر، بس محمود الخطيب قال له اقعد، قال له اقعد، خليك يا باشا، ده احنا عنينا، ده احنا عنينا هنمشيك بس مش دلوقتي، يعني فاهم، لا يعني خليك بس عشان ايه تمشوا كلكم مع بعض اذا مشي. م? ده يعني ده احنا نسميه ايه حضرتك؟ ده احنا نسميه ايه؟ قرار تواجد محمد رمضان ده اضاف ايه؟ ده مضاف اليه، هو اللي عايز حد يضيف له، مش كل من مسك اللي مش عارف ايه بقى ايه، ومش عايزين بقى يقول كلام بقى يعني قبيح بقى، لا حول ولا قوة. مش كل من مسك الستور جزار، حلو الكلام كده. ده مش معنى انه كان بيلعب في الاهلي قبل كده، ده يا باشا بقاله ده اخر مره شفت محمد رمضان ده شغال في حته كان امتى؟ على الدغري مفيش، صح؟ فخلاص بقى اتقلب الدكن وخصومه بقى، خلاص احنا انا يا باشا بغرم اي حد يعمل حاجه يغرمه، تمام، حلو الكلام ده اهو. فين بقى مناقشه المدير الفني فنيا في قرارات؟ ده قفشه الناس نسيت ان هو موجود في الفريق، ما بقاش يلعب اخر مره قفشه جاب جون وعمل اسيست امتى؟ المشكله في قفشه، والمشكله في كولر، والمشكله ان مفيش جانب اداري رياضي يناقشه في اي حاجه. هي التخطيط ايه اللي راح تقعد معاها بعد ما خرجنا؟ ايه يعني ما اعمل لك حضرتك عيب كده ازاي يعني؟ هتعمل، انا مستني بعد الماتش ايه؟ رحيل كوره، رحيل لجنه التخطيط، رحيل محمد رمضان، رحيل المتحدث الاعلامي الميليس اللي مش عارف يعني. هو احنا انت بتتبرع علينا محمد ثابت ومش عارف اسمه إيه ثابت، بتمن علينا ان انت بتقول لنا بتطلع تتكلم يعني وتدينا تصريحات، بتمن على اللي خلفونا. كولر لما اترمى بالازاز بعد الماتش ده ما يديش ايحاء للاداره ان قرارها كان غلط من بدايه الموسم، وان في قرارات غلط وفي بدايه غلط، وانت عمال مكمل في الغلط، واللي عم يطير الدماغ دماغ البهايم، دماغ البهايم اللي تمشي سيد عبد الحفيظ، بهايم عايزين شويه تبن، بهايم اللي خدوا القرار رايحين سيد عبد الحفيظ. ليه؟
ليه؟ حد يقول لي، حد يطلع يوضح للناس مش من حقنا، احنا اللي بننجمكم. الجمهور هو اللي بينجمكم. ده قرار بهائمي على طول كده. عمل ايه؟ عمل ايه؟ ايه التأثير اللي هو عمله عشان يمشي؟ فبالتالي ده قرار غبي. خلاص كده. طيب احمد ربنا بقى في نهاية هذا الفيديو ان انت ما تأهلتش للنهائي. ليه؟ اقول لك. بيراميدز ملك الطموح، مؤسس علم الطموح في مصر العربي والدول المجاورة والشرق الغربي الأوسط، اتأهل النهائي وطرقع ليوناردو بيراتس اللي طرقع لك. فبالتالي اظن ان انت تطلع من السيمي فاينال قدام سان داونز 1-1 احسن من تخسر 5 ثالث مره ولا حاجه. ان انت تطلع من السيمي فاينال احسن ما توصل النهائي وبيراميدز ياخد دوري الابطال على حسابك. كولر كان هيتعلق زي سليمان الحلبي كده، عارفه؟ على باب النادي كان هيجيبوا راس النسر كده وزي سليمان الحلبي بيو لكولر. يحمد ربنا ويبوس ايد ياسر ابراهيم كده قبل ما يمشي كولر، يقول له يا باشا جميلك جاي فوق راسي، انا جنبنا ما هيجي رشديتش ولا منسوكيتش ولا قريب مودريتش المدير الفني بتاع بيراميدز ده كان هيدينا على دماغي. بقى مش عارفين نودي جمايلك فين ان انت طلعتني من السيمي فاينل. اروح بقى اعتزل التدريب، اروح ادرب ريال مدريد، اروح ادرب غزل ديكيرنس، اي حاجه بقى، اي حاجه. بس المهم ان انت ما تخرجش بالسيناريو ده، لكن سيناريو اوسخ من الوساخه، اوسخ من اللي انت فيه دلوقتي. ان انت تيجي تقول اصل احنا عندنا يوشيريتش الناحيه التانيه المدير الفني ده كفايه عليه اللي عمله فينا في الدوري. لو كنا قابلناه في دوري الابطال كان مؤسس علم الطموح المصري وفي الدول العربيه المجاوره الشرقيه رمضان صبحي كان هياخد، بص هتنفتح علينا ماسوره تحفيل مش هتتقفل لقرن قدام. هيجيبوا لنا من القبور يقولوا لنا انتوا كنتوا موجودين وكنتوا بتتفرجوا على الماتش ده، تعالوا نحفل عليكم ورجعوا القبور تاني. زي الماسوره كانت هتتفتح علينا لو شيكابالا جاب ضربه الجزاء اللي نوصل ده في السوبر المحلي دي اول الموسم. ماسوره تحفيل رمضان صبحي يا لهوي ده كان هيمشي بص هيعملوا تيشيرتات على صورة رمضان صبحي وهو ماسك ده وعامل كده. كانت مفيش. احمد ربنا ان هي جت على قد كده. موسم صفري، موسم تفه. عارف تفه؟ جنجل تفه، هو ده جنجل تفه بقى. شغالين مكوجيه، عمال كل ما نجيب مشكله نقعد نفرد نعمل كده ونفرد. لما كوجي ليه لازمه عن اللي احنا عملناه ده يا